من أهم لاعب كان موجود في ليفربول أيام ما كان موجود هناك، لكن دلوقتي هو حاليا في صفوف نادي النصر السعودي. ساديو ماني حاليا بينافس في الدوري السعودي على الدوري مع فريقه، طبعا مع كريستيانو رونالدو ومع اللعيبة التانية القوية زي ماتوفيتش والناس دي كلها في الدوري كله مش في رأس. لكن خلينا نقف عند نقطة كويسة جدا، هو إن النادي الأهلي هنا بيحاول التعاقد مع ساديو ماني، وهنا يا سلام، هو ده يا ريس ستموني يا عترة المؤلفين يا مكيفة، ادي الكلام اللي يجيب فلوس. قول يا ستموني قول. ساديو ماني يعني جاي تمويل للنادي الأهلي بقيمة كبيرة جدا 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 لشراء ساديو ماني. وساديو ماني هنا من أهم الأجنحة اللي هتبقى موجودة في كأس العالم لو الأهلي فعلا زي ما سمعنا. ساديو ماني حاليا من أقوى الأجنحة في فريق النصر وموجود في كل الماتشات. أي نعم مش نفس قوة ساديو ماني أيام ما كان في ليفربول، لكن حاليا ساديو ماني من أهم الأجنحة. وكمان ساديو ماني يعني مش كبير، راجل بياخد في الشهر حوالي 50,000 دولار كده. بالنسبة للنادي الأهلي ممكن يحاول يعني يدبرها 50,000 دولار في الشهر، مش كتير. 50 في 12 انت 650,000 دولار في السنة. كمان تركي الشيخ من أهم داعمين للنادي الأهلي في القرن الحالي، وظهوره في السعودية مخليه قادر يجيب لاعب اللي هو عاوزها للأهلي أو لفريق سعودي. كمان نادي الأهلي حاليا بيتفاوض على عمر شربين. ده هتبقى سواد على الكل. يلا بينا يلا بينا. عمر شربين اللاعب السوري، عمر شربين من أهم اللعيبة اللي موجودة حاليا، بيحاول يشتريه في صفقة كبيرة جدا جدا تهدي بالوسط الرياضي. عمر شربين من أهم اللعيبة اللي بتساهم عن فرق وبتعمل سيد هجومية كبيرة جدا جدا جدا. عمر شربين حتى يعني كان بيلعب في نادي بيراميدز، وكمان راجل مش غريب على الدوري المصري، وكان نادي الزمالك بيحاول يشتريه. لكن عمر شربين عقده بس كبير شوية، هو مش أكبر من ساديو ماني أكيد، لكن عمر شربين عقده كبير جدا جدا. فهل الأهلي هتشتريه؟ هنشوف. كمان زي ما احنا عرفنا إن في خناقة كبيرة كانت دايرة في النادي الأهلي امبارح، اللي حصل بين اللعيبة في شد ومرض وحرك في الفرقة، لكن ده كله الأهلي خباه عشان يعني يداري اللي بيحصل في الفريق. هنشوف اللي هيحصل الفترة الجاية، ونتمنى التوفيق لكل فريق. السلام عليكم.